السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بما ان انا في الكلية وسكشن الرسم بتاعي اتلغى وقاعدة فاضية، فقلت ايه ان انا اعمل لكم فيديو على الادوات كلية الهندسة، اللي ان شاء الله اللي منكم هيبقى مهندس هيدخل كلية هندسة ان شاء الله لازم يكون مع الادوات دي بتاعت اعدادي هندسة. اول اول اداة واللي هي مهمة جدا، اللي هي اصلا مفيش مهندس مش معاه الاداة دي، وهي المسطرة. مسطرة حرف تي. طيب حد يسألني يقول لي ايه دي، هقول له دي الرول، اللي هي لما نرسم اللوح بنحط اللوح فيها عشان دي بتحفظ اللوح متتبهدلش وكده. طيب وفين المسطرة حرف تي؟ ممكن اوريها لكم. المسطرة اهي 80 سنتي. اللي منكم عايز يدخل عمارة فيجيبها 100 سنتي. اهو دي 80 سنتي، والحرف التي بتاعها هنا اهو اهو ده. طب بنركبها ازاي؟ بنركبها كده كده اهو، بقت مسطرة حرف. دي أول أداة وأهم واحدة معانا. ومعانا برضو لازم يكون معانا مسطرة تانية صغيرة عادية. تمام. وطبعا معانا البوكس ده في باقي الأدوات. هنفتح ونكتب ايه أداة أداة وأقول لكم ايه الفايدة بتاعتها وكده. أول أداة معانا الاسطمبة دي بتاعت الدواير. دي بنستخدمها خاصة في الدوائر الصغيرة، لأن البرجل مش بيعرف يجيب الدوائر الصغيرة دي، فبالتالي بنستخدمها فيها. وفي بعض الدوائر الكبيرة برضه بنستخدمها لو عايزين نستسهل. اللي هو في ناس برضه مش بتعرف تستخدم البرجل قوي، بتعرف تعمل كده والبرجل يفلت منها ومش عارفة ايه، فدي كويسة. لكن هي مش بتجيب كل الدوائر، يعني دي آخرها دايرة مقاسها كام 36 بس. لكن أكبر من كده تضطر تعمل بالبرجل. لكن هي فايدتها أكتر في الدوائر الصغيرة. تمام تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة معانا طبعا المنقلة. المنقلة دي بنستخدمها في طبعا رسم الزوايا وتحديد الزوايا بتاع ايه. أي مثلا عندنا مثلا رسمة معينة مايلة بزاوية معينة، فاحنا بنحدد الزاوية وبنرسمها دي لتحديد الزوايا. طيب ايه كمان معانا؟ كمان البرجل. البرجل بتاعنا اهو، ده برجل سنون. السنون بتاعته اهي، دي السنون بتاعته، وادي البرجل اهو. تمام. ونحط السنون وندوس كده كأنه قلم سنون عادي، قلم سنون عادي يعني، بس على صغير. تمام. ده البرجل بتاعنا. طبعا بنرسم بيه الدواير الكبيرة قوي أو المتوسطة، لكن الصغيرة قوي مثلا دايرة مثلا 1.5 2 مش عارفة ايه، بنستخدم الصمت. طيب ايه كمان معانا؟ قلم. ده قلم روترينج سنون. قلم سنون روترينج. ده نص ملي. ده نص ملي. احنا هو طلبوا مننا 1.5 ملي، 1 ملي، 1 ملي. تمام. انا بصراحة جبت ده اللي هو نص ملي. ومعانا طبعا القلم اللي هو العادي، هو بصراحة مش معايا دلوقتي. القلم العادي اللي هو 7 ملي ده هينفع معايا. او ممكن عادي بنفس القلم ترسم، عشان ده خط رفيع جدا نص ملي، وتتقل عليه تاني تدوس عليه تاني بنفس القلم فاللوحة تظهر معاك. يعني هو لازمة أو أهمية القلم 1 ملي إن أنت بتتقل بيه. فعادي أنت ممكن تعمل الغرضين بنفس القلم عشان بس الأسعار يعني القلم ده ب150 جنيه، قلم واحد بس. طيب ده بالنسبة للقلم ده. والسنون بتاعته أهي عادي. أنا جايبة سنون بي مش اتش بي. الاتش ده بيبقى لما يكون السنون اتش بي بتبقى ايه بتفك كده في اللوح، فمش حلوة. لما البي حلو كده سوفت خالص. طيب وبعد كده معانا طبعا الاستيكة. هتقولي دي استيكة ولا دي استيكة. دي استيكة قلم. دي بنستخدمها في لما يكون مثلا عاملين خطين كده مثلا وفي حاجة صغيرة خالص هتتمسح. تمام. بنمسح بيها بالاستيكة الصغيرة دي
علشان لو استخدمت الأستيكة الكبيرة العادية ممكن تمسح لك حاجات انت عايزها، فدي بنستخدمها في مسح الحاجات الصغيرة أو البسيطة خالص. تمام، ده أهميتها. أما الأستيكة العادية لو انت تمسح مثلا حاجات كتيرة أو حاجات كبيرة كده، رسمة مثلا اتلخبطت فيها وكده وعايز تمسح بالأستيكة العادية، تمسح بالأستيكة العادية. تمام. وطبعا دي قطع الغيار بتاعتها، دي برضه أستيكة بنفتحها كده، بنفتح وبناخد ايه، بناخد واحدة ونحطها هنا. تمام، لو دي خلصت فبنحطها هنا ونكملها لحد ما تخط في اليوم، وبعدين بنبدأ نطلعها زي كده. تمام، وبنعمل بيها، نمسح بيها. طيب، ايه كمان معانا طبعا السلوتيب بلاستيك. السلوتيب ده بنستخدمه في ان احنا بنثبت بيه اللوحة، ولازم يكون النوع ده، لان النوع ده مش بيلزق في اللوحة، اللي هو مثلا وانت بتحوشها ما تتقطعش، اللوحة ما تتقطعش، فده أهميته وكده. بس ده بالنسبة لأدوات كلية هندسة. ولسه صح في حاجة تانية اللي هي المثلثات. لازم يكون معاك كطالب إعدادي هندسة مثلث 30 60، مثلث 30 60، ومثلث تاني 45، زي 90 و45. لازم يكون معاك مثلث، هما بيكونوا طقم كده بتاع واحد كده. بس ده بالنسبة لأدوات كلية هندسة. أتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.